Hello there mates. أنا زهرة خالد وده فيديو جديد. قررت أتكلم فيه عن حاجة جديدة، وهي إني قررت أعمل سلسلة فيديوهات أسميها مصر إزاي. أتكلم فيها عن التاريخ وهحسم الجدل في شوية حاجات وهكذا. النهاردة هتكلم على متحف مصر. ليه؟ عشان زي أي حاجة فهو ليه قصة عظيمة جدا ومظنش ناس كتير تعرفها. طيب، لماذا أصبح المتحف المصري هو المتحف المصري وكيف بدأ الأمر؟ هنبدأ من الأول خالص، زمان أوي، حيث لم يعلم جدك المصري ما هي أهمية الآثار وكل ما هو قديم. عارف سوق الخضار كده؟ حاجة شبه كده بالظبط. ايه علاقة ده بالمتحف المصري والآثار؟ الموضوع صعب، أنا متفهمة الصدمة المؤثرة عليك. هي دي العلاقة. أنت بتتكلم سنة 1700 وما قبلها الناس كانت بتفرش بالآثار والمومياوات في الشارع. البيع ده ما كانش لا حرام ولا ممنوع من قبل القانون. بقى كبيرة المومياوات كانت بتطحن وتتحط في المراهم والأسبرين كعلاج. كتن المومياوات كانت ملفوفة فيه ككفن. كان في شركة ورق بتشتريه في أمريكا وتعمل منه ورق وبتتبهب كده كمان إن الورق ده جاي من مصر وكتان قديم وبتاع. طبعا انت من الصدمة دخت، هديك ثانيتين تفوق ونكمل. نابليون والعلماء اللي معاه لما سمعوا وشافوا اللي انا بقوله ده بقى عملوا زيك بالظبط، داخوا ما بقيناش عارفين نفوق. بصراحة استخدام المومياوات كعلاج كرياتيف. اقول لك ان هم كانوا بيبيضوا بيه سكر ويخصبوا بيه التربة. هاشتاج سماد عضوي، هاشتاج التنمية المستدامة. طيب هنخرج من القرن التاريخي ده ازاي؟ جه بقى محمد علي يا سيدي عقبال اولادك انقذ مصر بقى وكده، صح؟ قلبوا علينا على تاريخنا. والله مو صعبان عليا غير كسرة القلب اللي هتحصل لك دلوقتي. محمد علي كان بيعمل مصر الجديدة او الحديثة، صح؟ الولاد وقتها ما كانش اجمد حاجة، فلجأ للأجانب عشان نحتاج خبراتهم. طب عندنا ايه مش عايزينه؟ الأجانب عايزينه. ان شاء الله يكون المصري مش اللي في بالي. هو بعينه. محمد علي اتبع نظرية ذكية بالرغم من ضررها، هو ما كانش يعرف انه مضر. محمد علي قال في قرارة نفسه وهو قاعد يشرب قهوة التركي في العصاري، الأجانب دول عايزين شوية الأصنام والهبل اللي مركون عندنا ده، فنديلهم مقابل الخدمات. هل هي حركة ذكية؟ لو انت عايش سنة 1805، لأن الفلوس اتحشرت في المكنة على رأي دبور. محمد علي ما كانش عنده اوبشنز او رفاهية. المماليك داسوا على وش البلد رايح جاي. نرجع للموضوع. وسط التدخل الأجنبي المرعب ده جه 2 اسمهم سولت وتروفيتي، كانوا بيوظفوا ناس لعمل حفاير أثرية وبياخدوها فرنسا وبريطانيا. محمد علي عم الناس وبابا المجال قرر يشكر ملك فرنسا على مجهوداته وكده. الناس تعبت برضه وهي بتصرف أثارنا. راح مديه مسلة من المسلتين اللي هم في واجهة معبد الأقصر. اللي جاي مش أحسن حالا من اللي راح. خلص هدينا بالمسلة. ملك فرنسا هدى محمد علي بساعة موجودة في جامع محمد علي، وقفت عن العمل بعد تركيبها ب10 أيام تحت شعار هادي بهدية بايظة عشان ما تكلفش كتير. طب المسلة بتسلم على كل حبايبها في مصر وما زالت لحد دلوقتي في فرنسا. بعدها شامبليون فك حجر رشيد، وده اللي القصة بتتحكي بعدين. طبعا انت هتظن ان محمد علي سكت حتى كده وبطل مشاكل، لكن لا. عارف القناطر كان ناوي يبنيها في الجيزة ايضا على هضبة الجيزة. ألف واحد اسمه لينين باشا هدم رمى مقبرة عشان يبني مكان القناطر الخيالية. بما ان محمد علي متقمص شخصية المصري، لينين باشا دخله من حتة انه هيكلف فلوس اكتر بقرشين ونص نقل الحجارة والبنى وكده، فمحمد علي كنسل الموضوع توفيرا للمال. كيف دلوقتي بتفكر العبث ده هيخلص امتى؟ يؤسفني اقولك لسه شوية، لانه مر الزمان وجه عباس باشا وقرر يهد منقور عبر تحت شعار الصغير هيتضرب ويسكت، وبرضه ما هدوش لنفس السبب، هدمه هيكلف. شامبليون اقنع محمد علي يعمل متحف للاثار، فعمل متحف الازبكية واتسرقت اثاره. ما كانش مبني مخصوص كمتحف. لما اتسرق عملوا متحف؟ لا، نقلوا ما تبقى من الاثار لاوضه في وزارة المعارف في القلعة. معلومة تخض بقى شوية. جه ماكسيملم، مش عارفة ده اسمه ولا لأ لأني لما بكتب بسرعة بكتب حاجات غلط ساعات. المهم، جه عمك ماكس وأبدأ إعجابه بالآثار اللي في غرفة وزارة المعارف. راح عباس باشا مهديه بكل اللي في الأوضة. جه بقى بعدها أوجست ماريات، كان مسؤول عن الجناح المصري في متحف اللوفر في فرنسا. كان جاي مصر في مهمة إنه يلاقي ملفوفات قبطية، وفشلت مهمته فقرر يعمل حفاير، وفعلا لقى معبد السيرابيوم في سقارة، وهي من المجموعة الجنائزية للملك زوسر. المعبد ده فيه توابيت كان مدفون فيها حيوانات متحنطة بتمثل آلهة، وفيها سلم كده تحت الأرض بننزل منه بتاع مكان ضخم نوعا ما تحت الأرض. مهم. أما أستاذ مريات بقى جه واكتشف حاجات وبتاع، حاول يعمل متحف تاني وعملوا متحف جديد في بولاق.
كان مبنى موجود برضو وحصل فيه فيضان هدم شوية آثار، فأخيرا الناس طلبت بمتحف بمواصفات خاصة. المهم متحف بولاقة ملا، حد مل غرق وفضل اللي فضل، وهكذا. ساعتها ماسبيرو عم الناس وبابا المجال الحقيقي وصل. وقتها نقلوا الآثار لوقت مؤقت في قصر الخديوي إسماعيل في الجيزة لحد ما عمل متحف جديد في ميدان الإسماعيلية وهو متحف التحرير حاليا. أنا هديك 5 دقايق تسمع النشيد الوطني وارز أوفر وتيجي نكمل. هذا المتحف الحقيقي جدا كان من تصميم مارسيل جيرنيو، وفاز في مسابقة عالمية اتعملت عشان أحسن تصميم هو اللي اتنفذ، وبدأوا بناؤه 1897 وخلص 1901 في عهد عباس حلمي الثاني، وتم افتتاحه 1902. هل كده خلص الفيديو؟ لا، هشرح واجهة المتحف. موجود تواريخ إنشاء وانتهاء المتحف، حروف عباس حلمي الثاني A وال H، وهي تحت راس حتحور يعلو رأسها قرص الشمس، كان هدية من الإله رع. دي أسطورة هنحكيها كمان دقيقتين كده ولا حاجة. بعدين في تمثالين لإيزيس في الواجهة، كانت ربة السحر وهي امرأة. فوقها كرسي العرش اسمها أسد في الخط الهيروغليفي. جنينة في حوض في بردي ولوتس عشان يمثلوا الوجه الإبلي والبحري، وفي تمثال لماريات باشا واقف على قبر تذكاري. حواليه تماثيل نصفية لعلماء مصريات منهم مصريين وأجانب. مين حتحور ومين رع؟ دي بقى أسطورة كده. حتحور هي ربة الأمومة والموسيقى والحب والجمال. ساعات كانت بتظهر بشكل امرأة بقرنين، وساعات بتبقى بقرة كاملة عشان ينور المصداقية وكده. رع كان إله الآلهة. قالك بقى في أسطورة قبل ما الفرعون يبقى تجسيد الإله على الأرض، كان الآلهة هم اللي بيحكموا العالم. كان رع بقى هو إيه؟ الملك. الناس الشعب بقى لأنه كبر بدأوا يسخروا منه، فقرر يبيد البشر، فراح لحتحور ربة الأمومة هي اللي بتبيدهم، AKA اختيار موفق طبعا بما ان حتحور ربة الأمومة رفضت عشان mothers are not supposed to kill. فرع قرر يحولها لسخمت وهي نايمة. سخمت دي ربة الحرب، وكل ما هو عنيف متعطشة للدماء بقى وإيه، وشخصية جامدة كده. هي تتجسد في شكل أنثى أسد، وفعلا سخمت قتلت ناس كتير جدا. كوكب قرب يخلص، ورع كان ناره بردت بمعنى أصح خلاص. لما راح لسخمت قال لها كفاية قتل، واداها قرص الشمس على أساس شكرا إنك قتلتي الناس دي كلها، بس خلاص يعني كفاية قتل، الناس مش هنلاقي حد نحكمه حرفيا. فهي خدته وكملت قتل برضه عادي. عرف بقى المكان اللي هي المفروض مثلا هتروح تقتل الناس اللي فيه مثلا بكره الصبح حاجة كده، وأمر ناس إن هم يخلطوا نبيذ وفاكهة كان اسمها بالهيروغليفي ديدي. أنا بجد مش عارفة الفاكهة دي هي ايه، بس أكيد كان لونها أحمر. المهم حطوها على الأرض على أساس يعني إن كده ايه دم، والبلد فاضية بقى وكده. فسخمت قعدت تشرب الدم ده لحد ما سكرت ونامت، ولما نامت راح حولها تاني لحتحور. لما حتحور عرفت ان اللي هو عمله بقى وان هو ما احترمش رأيها وكده، زعلت واتقمصت، ويعني حاجة شبه سابت له البيت ومشيت. مشيت بقى راح لها واداها قرص شمس تاني عشان يصالحها، وبس يا سيدي وراحت مزارت. فيديو مليء بالمعلومات والمغامرات، يا رب يكون فاد اي حد وعجب اي حد. وبس كده، باي.